انا اسمي سوير هيكل وبشتغل حلاق رجالي عشان انا اصلا يعني اشتغلت حريمي ساعة وبعد كده سبت الشغل. لقيت واحدة يعني بتتمنظر عليا فسبت الشغل ومشيت. كنت لسه بتعلم يعني فما عجبنيش. فجيت لقيت جوز اختي ماشي. قال لي ايه انت ما قعدتيش في الشغل ليه؟ فقلت له لا انا حصل. حكيت له بقى اللي حصل. قلت له انت رايح فين؟ قال لي انا رايح احلق. قلت له فين؟ قال لي في وسط البلد. كان هو صاحبه معاه. فقال لي طب روحي. فقلت له لا اجي معاك. فقال لي لا تيجي معايا ايه احنا رايحين عند حلاق. هو في حد واحده تروح عند حلاق؟ فقلت له اه وايه يعني. فالمهم فعلا صاحبه قال له خدها معانا وكده. فرحت لقيت عند الحلاق ده بنت هناك بتشتغل يونانيه. فالبنت ديت بتغسل شعر بس. فانا بقول له ايه ده في واحده بتشتغل هي عند حلاق وكده فقال لي دي اجنبيه. قلت له طب وايه يعني ما انا ممكن اقول له هشتغل. فصاحب المحل سمعني. فلما سمعني صاحب المحل قال لي عايزه تشتغلي؟ فقلت له فقال لي طب تعالي هي ايه ستيلا. كانت اسمها ستيلا مسافره وانت ممكن تيجي ايه تشتغلي وكده. قلت له بس انا عايزه اتعلم. فهو ما رضيش يعلمني يعني. فسبته ومشيت. فجالي يعني قال لي طب ما جيتيش ليه؟ هو قال لي ما جيتيش ليه؟ فانا قلت له والله انت مش عايز تعلمني. قال لي لا تعالي وانا اعلمك. ففعلا رحت برضو مش عايز يعلمني. عايز يغسل شعري بس وكده وخلاص. فصاحبه جالي قال لي تعالي انا هعمل افتتاح في الزمالك. تعالي ايه انا هعلمك. ففعلا رحت عند صاحبه لقيته زيه بالظبط مش عايز يعلمني برضه. فرحت جاي على سعيد بقى. سعيد بقى قال لي بتعملي ايه؟ قلت له بحلق دقن وبعمل سشوار. فقال لي طيب احلقي دقن ده. فحلقت دقن واحد كان صعب قوي بس بالنسبه لي طبعا بعمل اختبار يعني لازم اخلي بالي كويس. فالمهم ايه حلقت له. فقال لي طب خدي ده اعملي له سشوار. عملت له بقى شعره كان صعب قوي قوي قوي. فعملته له فانبسط جدا طبعا سعيد وشغلني يعني. فحتى قال لي اللي عنده قال لهم شايفين البنت شاطره اشطر منكم ازاي وكده. بس واتعلمت واشتغلت واديني اهو بقالي 44 سنه بشتغل من المهنه في المهنه ديت ولا عمري زهقت منها. بشتغل زي ما اكون بلعب لعبه اطفال بتحبها. انا المقص ده بعشقه عشان هو اللي وصلني لكل حاجه حلوه انا عايزاها. هو ده بقى سعيد اللي علمني. وقول الله يرحمه بقى. واحنا اللي بعديه بقى ماسكين كل محلات. يعني انا اتجوزت صاحب المحل. اتجوزنا لان انا كمان بحب مهنتي قوي وهو الوحيد اللي كان هيخليني اكمل في شغلي واشتغل واتجوزني واديني فعلا مكمله يعني. هو الله يرحمه وانا اللي مكمله. كل واحد بيختار زي ما هو حابب. وانا بنتي ما تنفعش تشتغل في المهنه ديت يعني. هي في الاول خالص ما كانتش حباها لكن دلوقتي يمكن بتتباهى بيا. وانا بقول لكل بنت طبعا اشتغلي. الشغل مش عيب ولا هو تعب. التعب قعدة البيت وتمدي ايدك هو ده التعب.